السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض طاجن رز معمر حلو وحادق، يا رب يعجبكم. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف عملناه ازاي. اهلا بيكم يا حبايبي. النهارده هنعمل مع بعض رز معمر فلاحي على اصوله بالزبده البلدي والقشطه. هنعمل طاجن مسكر وطاجن حادق. يلا بينا ندخل في الفيديو ونشوف احنا هنعمل الرز المعمر ازاي. هنبتدي بالرز المعمر المسكر. انا معايا كوبايتين من الرز مغسول متصفي كويس، يبقى معايا كوبايتين من الرز مغسول ونضيف ومصفياه من الميه، ومعايا كمان كيلو من الحليب هنزل بيه كده، معايا كوباية من السكر، ومعايا فانيليا هنزل كده نقطتين 3 كده، تدي ريحة حلوة قوي للرز المعمر. هقلب السكر كويس جدا، هعمل ايه تاني؟ هحط معايا قشطة، احط كده معلقة كويسة من القشطة، ومعايا اقلبها بس الاول كده، ومعايا زبدة فلاحي، يدي طعم حلو قوي، وكمان ايه يدي وش حلو قوي كده لطاجن الرز. هعمل ايه؟ هقلب كده، ويلا بينا بقى ايه نحطه على البوتاجاز من فوق يغلي غلوتين علشان ايه ندخله الفرن. حطيت الطاجن كده على النار. انا ما عنديش شياطة، بس عندي ايه صينية قديمة كده حطيتها تحت الطاجن، وزي ما انا قلت لكم هيغلي غلوتين. لازم الرز يغلي على البوتاجاز من فوق، يغلي غلوتين، وبعد كده ايه هدخله الفرن. هنعمل طاجن الرز المعمر الحادق. معايا كوبايتين من الرز وبرده مغسول ومصفيه كويس من الميه، هنزل بيه كده في الطاجن، انزل بالرز كله، ومعايا كيلو من الحليب، اقلب كده، ومعايا كمان معلقه صغيره من الملح، واقلب كده الملح واللبن والرز
الاكله الحلوه دي ممكن تعملي جنبها ايه؟ بط، حمام، فراخ، اللي تحبيه. حابه تاكليه كده هيبقى جميل جدا. معايا برضو معلقه كبيره من القشطه، انزل بيها كده. ومعايا الزبده الفلاحي، كده واقلب. ونروح برضو على البوتاجاز، لازم تحطي الرز يغلي غلوتين فوق على النار قبل ما تدخليه الفرن. حبيت اوريكم بس الطواجن قبل ما ادخلها الفرن. انا حطيت بقى ايه الطواجن على النار، خدت غلوتين زي ما انا قلت لكم. والفينش الاخير بقى علشان ندخل الطاجن في الفرن، هحط ايه حته زبده كده كده على وش الطاجن. هدخله بقى الفرن، هدخله الفرن يكمل السوا بتاعه وياخد الوش الجميل كده بتاع الرز المعمر، وبعد كده نرجع مع بعض تاني. ايه رأيكم كده يا حبايبي؟ احلى رز معمر عملناه، حلو وحادق. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير، وفعلوا لي زر الجرس، واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.